اوبا يا الموتزاريلا جمدان. والنهارده انا شفت ميس زينب. ازيكم؟ معاكم ياسين من قناه خروشه. النهارده انا شفت شيف زينب التركيه بتعمل وصفه عجبتني جدا. يلا بينا عشان نعملها مع بعض. احنا بدلنا السوسيس بسجق علشان السوسيس ده مصنع واحنا مش بنحب الحاجات المصنعه، فجبنا سجق مستوي عشان نحطه بدل السوسيس. يلا بينا. اول حاجه هنجيب السجق نلفه الناحيه التانية. دلوقتي هنجيب الجبنه. انا متحمس جدا لان كان شكلها مغري. لو طلعت حلوه انا ممكن اعملها كل يوم على الفطار. شكلها صراحه مشهي. دلوقتي ندهن الصلصه. انا كنت فاكرها كاتشب في الاول. هنحط موتزاريلا. هكتر موتزاريلا عشان انا بحب الموتزاريلا كتير. هي حطت لانشون احنا استبدلناه بسجق عشان برضو ما بنحبش المصنعات. هنحط زيتون، بنحب الزيتون الكتير. طيب دلوقتي هنحط بيضه، ودي الحته اللي انا خايف منها. لو وقعت انا هتجلد وهيكون ده اخر فيديو تشوفوه لي. ياه، طب حاسس بيضه واحده مش كفايه، مش عارف. اوكي، احنا حطينا بيضتين عشان ده بيض بلدي فبيكون صغير. موتزاريلا تاني. حلو موضوع البيتزا المنزليه ده، شكلها لذيذ الصراحه. انا متحمس جدا. هرش رشه فلفل اسود كده. دلوقتي هندهن الصفار على الطرف. بصوا يا جماعه، ده الشكل النهائي. انا عملت بيتزا تكلفتها اكتر من 8 4 بيتزات من بره. يلا بينا. هنحطها في الفرن ونرجع لكم 2 hours later. بصوا شكلها تحفه جميله. يلا نجرب. يلا بينا ندوق بالموتزاريلا. يلا بينا ندوق. بسم الله. بصوا يا جماعه. اوبا يا الموتزاريلا جمدان، وطعمها جامد جدا. ده احسن من اكل بره بكتير، ومضمونه، وطعمها بيرفكت. 10 من 10 طبعا. ما الدنيا طلعت حلوه يا جماعه، والاكله دي طعمها جامد جدا. وما تنسوناش بقى باللايك والسبسكرايب، واكتبوا لنا لو عايزين نجرب حاجات تانية. سلام.